ملخص اخبار النهارده، اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. طبعا قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه. المتابعه هتفيدني جدا، هتلاقي المتابعه جنب اسمي اضغط عليها. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. هنبدا بنتائج مباريات النهارده في بطوله كاس العرب قطر 2025. انتهت مباراه منتخب المغرب ضد منتخب الامارات بنتيجه 3-0 وصعود الاسود لنهائي كاس العرب. ايضا انتهت مباراه منتخب الاردن ضد منتخب السعوديه بنتيجه 1-0 وصعود منتخب النشامي لنهائي كأس العرب في مواجهة منتخب المغرب. بالنسبة لأخبار النهاردة، موقع في الجول، الأهلي يدخل في مفاوضات جادة مع نادي بتروجيت لضم حامد حمدان في يناير. وفقا للإعلامي أحمد شوبير، يوسف بالعمري أصبح قريب جدا من الانضمام للنادي الأهلي. وفقا لموقع اليوم السابع، الأهلي يترقب وصول يوسف بالعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي. الأهلي يصل لاتفاق مع حسين الشحات على تجديد عقده لموسمين. تقارير، كريم فؤاد يجدد عقده 4 سنوات مع الأهلي. شروط تجديد كريم فؤاد مع الأهلي: بعد التجديد 4 سنوات سيحصل على 8 مليون جنيه سنويا. الأهلي لن يتراجع عن اتفاقه رغم إصابة كريم فؤاد في الركبة. وفقا لموقع في الجول، الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع أليو ديانج على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 مواسم. وفقا لموقع يلا كورة، ينفي التقارير المنتشرة بأن ديانج لم يوقع على أي عقود تجديد نهائية، ولكن اللاعب أعطى موافقة مبدئية على العرض الأخير المقدم له من النادي الأهلي. تقارير، الأهلي لا يرغب في بيع عمر الساعي حاليا. المصري لديه أولوية الشراء حال رغبة الأهلي في بيعه بنهاية الموسم. وفقا لموقع اليوم السابع، الأهلي يحاول تخفيض مطالب نادي جايس السويدي للتعاقد مع إبراهيم دياباتي. تقارير، الأهلي يعرض على سيراميكا كليوباترا صفقة تبادلية بالاستغناء عن عمر كمال مقابل الحصول على توقيع أحمد هاني. تقارير، أحمد عبد القادر يطلب 100 مليون جنيه للتوقيع للزمالك. عبد القادر أبلغ وكيل أعماله بالموافقة على الانتقال للزمالك بعد عدم اتفاقه مع مسؤولي الأهلي. شروط اللاعب للانتقال إلى الزمالك، وهي الحصول على 50 مليون جنيه كاش وتقسيم 50 مليون على موسمين فقط، وهي مدة عقده. اللاعب يمتلك عرضا من بيراميدز وعرض خليجيا حال رفض الزمالك شروطه. بس كده يا صديقي، دي نهاية أخبار النهاردة. ولو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش تضغط اللايك والمتابعة. وقبل ما ننهي الفيديو، كده بنزل لك نفس الفيديو كل يوم بالأخبار المهمة، وبقول لك الخبر بالمصدر. يعني أنا ما بقولكش أخبار من عندي، الخبر بالمصدر، يعني جايب لك أخبار موثوقة. قبل ما انهي الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، سلام.